تاكو تاك. النادي الافريقي في اخر 24 ساعه اقتحام منزل عبد السلام اليونسي وايقافات الجمهور هذايا والبعض من الجماهير اللي اقتحمت المنزل نتاعو، اقتحام ملعب التمارين وايقاف لي زونترينمون، وثيقه مسربه تتحدث عن عوده مجدي الخليفي في خطه نائب رئيس. النادي في بلاغ رسمي وبلاغات رسميه يتحدث عن تعيينات جديده نحكيو عليها بعد شوي، وهذه التعيينات لا تشمل مجدي الخليفي. فهمي العميري واحد من الناس اللي وقع تعيينهم ينشر تدوينه يقول لا علم لي بتعييني ثم يقع فسخ التدوين هذا، يهبط ستاتيو فسخ فهمي العميري. ثم أسامة بن يونس اليوم الصباح يتراجع بعد قبوله المهمة. نعطيكم التعيينات: رئيس فرع كرة القدم أكابر ونخبة حسن الخلصي، أسامة بن يونس مرافق فريق الأكابر اللي تراجع اليوم الصباح، مستشار فني الهادي البياري، رئيس فرع كرة القدم شبان هادي النجار، وكذلك وين بقية التعيينات؟ فوالا. فهمي العميري رئيس لجنة الأحباء، رئيس لجنة الإعلام رفيق الزعفراني، لجنة الاتصال فراس الحميدي، وهذوما دونك أهم التعيينات الإدارية والفنية في خصوص النادي الإفريقي. سؤالنا اليوم في التاكوتاك: هل التعيينات هذية بالنسبة للنادي الإفريقي هل تعتبروها تعيينات تنجم تجيب جديد، وهل هي الحل بالنسبة للنادي الإفريقي أم هي مواصلة لسياسة الهروب للأمام والحلول الترقيعية؟ سمير سليمي ستكون صوت الحكمة، نادر وحسام الحاج علي باش يلعبوا اليوم في التاكوتاك. نبدا معك حسام، رايك في هذه التعيينات في اخر 24 ساعه والكواليس المثيره في النادي الافريقي؟ 3-2-1 توب كرونو. صراحه ما فهمت منها ولا شيء. رئيس لجنه الاحباء، هما الاحباء مستحقين رئيس لجنه باش يسيرهم. رئيس لجنه الاعلام، شنو هو لجنه الاعلام ولجنه الاتصال؟ ثم لجنه اتصال ولجنه اعلام، ما فهمت شنو هو الرول نتاعهم. ثم من بعد نمشي اللي به الفايده اللي نورمالمون اللي نحكيو على الكوره احنا. الهادي البياري مستشار فني، لطفي الرويسي مستشار فني لدى الهيئه المديره مكلف بالتقييم والمتابعه. تقييم شنو هو؟ متابعه شكون؟ معناها باش يقيم لسعد الدريدي ولا باش يقيم ويمشي للاداره يقول لهم راهو باهي ولا مش باهي؟ شو معناها مستشار فني متابعه والتقييم؟ ورئيس فرع الشبان المدربين عندهم اقل مدرب عنده 12 13 شهر ما خذاش راتب. ما الذي سيرقص؟ شوف انا ما فهمتش هذوما الكل شنو هو اللي باش يبدلوا في النادي الافريقي. النادي الافريقي مشاكله كبيره برشا، مش هذه المشاكل ما عندها، لا تعتبره حلا ناجحا، ما عندها حتى معنى. لا، اخطر شيء اللي الوثيقه اللي خرجت هي نتاع مجدي الخليفي. خاطر من جمعتين مشات تقرير الفيدراسيون اللي حمزه الوسلاتي هو نائب اول رئيس، اليوم بعد جمعه ولا 10 ايام بدلت ومشى اللي مجدي الخليفي. ونعرفوا الناس الكل مجدي الخليفي تنرجعوا بعد شويه. حسام خلينا نقعدوا في هذا ونرجعوا على اهم قاعد يصير في النادي الافريقي. وكاو نادر داود نفس السؤال. 3-2-1 توب كرونو. سوق دلال. مع كل احتراماتي للاخوان هذوما، عمرك سمعت في اوروبا في الخليج تعرف شكون رئيس فرع؟ شكون مكلف شنو ومكلف عمرك سمعتهم؟ كان في تونس ولاو ابطال. المسؤولين فكوا الكوره، فكوها الكوره يا ودي. في تونس هذاش مستحق هو. اي في تونس تو في النوادي كي تشوف بارفوا المدرب ما تسمعش بيه، ما تعرفوش، ولا الاطار الفني مدرب الحراس قول له شكون مدرب الحراس شبت القيروان، يقول لك والله ما نعرفش شكون مسؤول. رئيس الفرع فلان الفلاني، معروفين مشهورين ولاو بالكوره. بيان سور الكره ولا يفكوا فيكوا هي المناصب هذيا، وهي ما عندهم ما يعملوا. هذوما المفروض مناصب اداريه، عمل روتيني يقوم بعملهم في الخفاء ورايدين على رواحهم وكهو. وليت احنا في تونس عاطينهم قيمه ونحكيوا عليهم وتغييرات والخليفي دخل وخرج. هذا يمشي من النادي الافريقي؟ النادي الافريقي تو يحب يودي وقتاش بتخلص الفلوس، وقتاش باش يمنع الفريق، وقتاش ما عادش نحولوا 6 نقاط. يا اداره فيقوا على رواحكم، عملناها للرجال تحط في دمها في التيران وتجيب في النقاط ومتكلاسيه الاولانيه، وانتم اداره فاشله تعيسه بائسه سببتوا لي في 6 نقاط مشاو. شبيهم هذوما يا اخي؟ فايقين ولا راقدين بالنوم؟ واضح جدا. تو هالتغييرات
هذه هي الجمهور يستنى فيها. هذه يا ودي فرحوا الناس شنو اللي مش يصير في النادي الافريقي. يا ودي بخلاف الجامعه وقت نظمت الامور بارك الله فيها وعملت هيك الصندوق هذاك نتاع التبرعات وهي 17 مليار وانا دفعنا 6 ومازالوا 10 وتدقيق وامور مضبوطه. الناس ارتاحت فهمت العباد هبطت عملت لطخه واثنين وثلاثه ولمدوا الجمهور 6 مليارات. توا ما عادش نعرفوا شيء ولا 12 قال لك سي شو اسمه هو اللي خارج في كل بلاصه قريب يجي في ديما لاباس وفي شو اسمه الكاتب العام سيد مجدي الكاتب العام مسيك سي سامي محاطينه في الصدافه مسيكن. توا ولينا 12 مليار وقال لك مازالت حكايه تفتوفه نتاع 3 يلزم 15 بخلاف هيك ال 17 اللي خلصوا منهم 6 تفهمش حاجه 30 والنادي الافريقي شنو هو اللي هز وين الالقاب وين اللي تيتر يا ودي يتحاسبوا هذم يتحاسبوا. ولو انه توا انا فرحان بحاجه انه وليت ثم مستشار فني للتقييم والمتابعه ما نتصورش انه مش يقيم المدرب لكن على الاقل تو مش يتحاسب. مش يقيم الملاعبيه مردودهم انتدابات نلقاو شكون يحاسبوا. اما خير ولا المسؤولين اللي مش فاهمين حتى شيء في الكوره هما ينتدبوا يعملوا اللي يحبوا يصمصوا. تقول انت نادر انه طبعا. مستشار فني هذا لاعب لطفي ذويسي مدرب ولاعب سابق في الافريقي كما لو تعين حسام ولا اي لاعب اخر نفرح. سمير السليمي هنا في نفس الاطار هنا تعيينات انا شفناهم وحكينا عليهم ما نعرفش كان عندك تعليق لكن هنا النقطه المهمه جدا اللي هي عوده الخليفي والوثيقه اللي تسربت البارح اللي هي الوثيقه اللي خرجت من النادي الافريقي المصحه بالكاشي تاع النادي الافريقي عبد السامي اليونسي نحو الجامعه التونسيه لكره القدم اللي هي تعلن فيها عوده مجدي الخليفي في خطه نائب رئيس. نائب اول للرئيس فوالا هنا نائب اول للرئيس على خاطر هنا ما نجموش نربطوها بحمزه الوسيتي اللي هو من المفروض البوست هذايا نتاعو. دونك كيما نقولوها ثم معركه بيناتهم وليدها داخل بعضها والوسلاتي عنده جماعته والخليفي يرجع باش يكسر الوسلاتي. ماذا يعني عوده الخليفي؟ هل هو تحدي للجمهور؟ ماذا يعني عدم اعلان عوده مجدي الخليفي في بلاغ رسمي؟ تو شفنا الناس الكل الا عوده الخليفي مناوره تتليفه ضحك على الذوقون كما قال نادر سمير. ثم واحد يعرف وقريب وانا مانيش قريب ونش حتى نعرف اللي مجدي الخليفي موجود ديجا عنده شهر ولا فوق شهر موجود مش موجود رسمي لكنه موجود. علاش لا يقال اعلان عليه؟ هل هي مناوره؟ اعطينا سمير. هو انا اشفق عليهم الناس هذوما اللي قبلوا كان علاش قبلوا ولا ما قبلوش خاطر سامي فيهم ناس محترمه ونقدرهم. ثم واحد سامي قال لك ما في باليش عايش خويا اي فوالا لا هم بعد فسرخ التدوينه باش من معناها هذوما الاشخاص هذوما ناس محترمين وانا شخصيا نقدرهم ولكني اشفق عليهم سخفوني. ناحيه ثانيه هذه نسميوها رقصه الديك المذبوح. انسان ساي انتهت الصلاحيه نتاعو بيريمي ويعطي في قرارات ومازال مع احترامي الناس الكل نتكلم على اللي صاير توا في النادي الافريقي ثم ما نحبش نذكر الاسماء باش ما نزيدش يتشهروا اكثر. هما يدفعوا في الملياردات باش يتشهروا دونك انا ما نحبش نتكلم عليهم ما نحبش نذكر اسمائهم مش احتقارا فيهم باش ما يزيدوش يطلعوا في الواحد خاطر يحبوا بالنادي الافريقي يوصلوا لاغراض اخرى وملياردوات ولعب هذه امور نعرفوها الناس الكل. على كل حال معناها تو تجي الوقت اللي تونس ان شاء الله هالفساد هذايا ان شاء الله يبدا بشويه يوصل للرياضه وفي الرياضه لنا حديث كثير ولكن انا نقول انه هيئه النادي الافريقي الحاليه انا بالنسبه لي انا فقدت الشرعيه نتاعها. الشرعيه مش انتخابات الانتخابات 320 انتخبوا الاف بلا شنو الشرعيه اللي فقدت؟ مصداقيه الاف جمهورك هو شرعيتك هو الجمهور نتاعك والجمهور نتاعك قال ديجاج قال الكلمه نتاعو قال ديجاج قال ما عادش نستعرف بالاداره هذه. اذا انتهى كل شيء. علاش انا قلت رقصه الديك المذبوح النفس الاخير وفات الحكايه بالنسبه لي انا. دونك هنا هذوما ريتهم الاشياء هذوما الناس هذوما اللي توا حطوهم غدوه تو يتنحاو ولا بعد غدوه ولا بعد روتين مع الهيئه المديره. هذه حاجه نتاع وقت لا اكثر ولا اقل. وللحديث بقيه البرشا ينظروا ويتكلموا ويقولوا وبرشا وانا قلتها راني زروق وراني باش عاودتها. انا بعدت 12 سنه على النادي الافريقي رجعت 10 شهور توا باش نقعد 20 سنه الى الممات. ما عادش نحط ساقي في النادي الافريقي. ما عادش نحط ساقي في النادي الافريقي ولا مع الهيئه؟ ما عادش نحط ساقي من العمل في النادي الافريقي مع الهيئه هذه ولا غيرها. انتهى الموضوع بالنسبه لي انا باش نبداو واضحين من توا. لكن من حقي اني على الاقل يا اخي نتكلم نعطي رايي لا اكثر ولا اقل.
يعني ثم شكون يلوم عليك انك تعطي رايك؟ اي فما برشا مساكن معناها ناس مرضى مساكن فما شكون يتهم فيك انت انك تعرقل اي ونعمل في التليفونات ونعمل في كذا. هاو الريبرتوار تاع التليفون تلقى شي نمر تاع جوار قديم ولا نتاع مسؤول ولا نتاع حد، تلقاهم كلهم مغنيين وكلهم فازات الجو اللي تعرفوه انتم. عندي طموح انا باش ربي يسيبني. دونك نأسف الحالة الجمعية اللي ربتنا واللي كبرتنا واللي مع بكل أسف. فلذا أنا قلت ننسحب. دونك إذا كان حابب قبل ما نكملوا كلمة برك، كلمة بسرعة. شوف اللي باش يخدم في النادي الافريقي يا اما باش يجي يعرف روحه يعطي الفلوس ويصلح ما كانش زيت، وانت تعرف وانت في بالك اللي انا البوست هذوما كل اقترحوا عليا شنو باش تعمل، شنو باش تزيد، هدم وابني من جديد. اي نحكي لك سمير هذوما اللي تحطوا كان باش يقبلوا شنو ينجموا يعملوا في الحاله هذه. يا اما باش تجي باش تعاون جمعيتك وتصلح بالنسبه لي تعمل استراتيجي وتعمل بلون ترافاي، ما باش تجي وجود بركه كما قال. كملنا ليميسيون عندها ميزه بلاج جرتكم. قمه اللخبطه زهير الذوادي قال لهم يا ولادي فهموني كيفاش عملناو الاخر العام جددتوا لي 2022 وبدايه العام يعني بعد شهرين قلتوا لي اتك على جنب. واضح جدا نادر، فهمني. اي اللخبطه هذيك هو كيف باش تثبت اللخبطه. ثم عديد من شكون جدد له؟ شكون طرد ومن بعد؟ مشكور جدا. باش نرجع هنا فقط نحب نعطي معلومه حسب المصادر المتوفره عنا في انه المدرب الاسعد دريدي معناها العرش نتاعو بين ظفرين مهدد، اي اول فوبا لربما وممكن برشا ولي فوبا اللي عملوه هما. شو انا نعطي الخبر وتعليق حر. سي كملنا والله كي تجيب نادر عندي معلومه باش نعطيها مش قابله للتحليل. ثم صار اتصال بمدرب جزائري والاتصال ببرتران مارشان، واي اول هزيمه والا فوبا يستناو في الاسعد ريدي في الدوره. ما نعرفش كان عندكم معلومه ولا لا، ما نعرفش كان الاسعد ريدي في بالو بها ولا مثال هاكم في بالكم بها الناس الكل. شكرا. نجموا يخلصوه زعما اتصلوا بالله.